اللحمه بالديمي جلاس بالرز الابيض. الريحه تحفه، الصوص بتاعها تحفه. الملوخيه الجميله اللي احنا شايفينها دي ملوخيه البطرمان. احنا ما جبناهاش جاهزه ولا حاجه، احنا عملناها وحفظناها من غير ولا ندعي ميه بمكون جميله يخليها لك خضره كده طول السنه. ادي شايفين البطرمان الازاز، وعملناها في الكبه مش في المخرطه. وتعالوا الفيديو شوفوا احلى ملوخيه خضره واحلى شاورمة لحمة بالديمي جلاس مع الرز الأبيض. يلا بينا على الفيديو عشان تشوفوا الجمال الوجبة الجميلة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله يوم جديد من يوميات مس أمال. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هقدم لكم وصفه سهله وحاجات بتسهل على ست البيت وقتها ومجهودها وكل حاجه، واكلات سهله ولذيذه وطعمها حلو ونحبها ومش هتبطلي تعمليها ابدا بامر الله. النهارده ان شاء الله هعمل لكم شاورمه اللحمه بالديمي جلاس. احنا عملنا قبل كده اللحمه الصحيحه، دلوقتي هنعمل شاورمه اللحمه بالديمي جلاس. الشاورمه دي يا جماعه انا متبلاها بجميع البهارات بتاعتي اللي انتوا عارفينها، اللي انا بحطها عليها بهارات اللحمه والبصل باودر والثوم باودر وشويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه صويا وشويه دبس الرمان ونص فنجان خل، ونقعتها مع بعضيها كده حوالي 4-5 ساعات. يعني انا عملتها من بدري وسبتها في التلاجة، وقمت دلوقتي اللي انا ايه هعملها على النار. بولع طاسه على النار عشان ادي للحمه صدمه. وقبل اي حاجه كده عايزه اعرفكم حاجه، ان انا هعمل الاول خليط الديمي جلاس عشان يبقى جاهز معانا. بعباره عن ايه خليط الديمي جلاس ده؟ عباره عن الكيس الديمي جلاس ده احنا بنجيبه اهو مكتوب عليه صوص الديمي جلاس، بيبقى طعمه جميل جدا، بيتحط على اي لحوم واي فراخ بيبقى طعمها جميل قوي. بنحط نص رتل ميه كده بارد عادي، نص رتل بس، ونفتح محتويات الكيس ونبدأ نقلب فيه الأول على البارد لحد ما ندوبه، عشان هو فيه حبيبات زي النشا الذرة كده عشان ما يكلكعش منك، وبيدي للحمة طعم جميل جدا. ممكن تحطيه على شرايح لحمة على شرايح فراخ، بصراحة ربنا طعمه حلو جدا جدا جدا، وتغيير لولادك في الأكل وطعم كده يعني من الآخر بصراحة. ادي الكيس انا حطيته، هقلبه تقريبا كده على البارد لحد ما افك كل اي تكتلات فيها، وارجع احطه بقى على النار مع التقليب المستمر. فاهمين يا حبايبي؟ ده اهو. والنهارده كمان انا هعمل لكم حاجه كويسه قوي وتسهل على كل ست بيت. الملوخيه دلوقتي رخيصه، ممكن ان انت تفرزيها وتشيليها. وبعدين احنا النهارده ان شاء الله هنعملها بطريقه سهله هتوفر عليكي وقت. استنوا بس اما اعمل ديت. انا قلت ايه اعمل لكم فكرتين كده في الفيديو حلوين عشان تستفيدوا من الفيديو يبقى مفيد ليكم. دلوقتي كده انا قلبتها اهو، هرفعها على النار ونفضل نقلب فيه زي ما احنا شايفين. انا ولعت هنا النار، هحط عندي الصوص بتاع الديمي جلاس وافضل ايه اقلب فيه كده ومراعياه. هعمل بقى ايه هنا برضو عندي طاسه، ادي الطاسه بتاعتي اللي على النار. هحط عليها ايه مش هحط عليها اي حاجه، هولع بس عليها النار تاخد ايه سخونيه كده عشان ادي اللحمه صدمه، عشان ما تنزلش ايه السوائل اللي فيها والفايده اللي فيها. طبعا انا قلت لكم ان انا متبله اللحمه بتاعتي، متبلاها يعني ومحدقاها وكل حاجه. وعندي هنا برضو دوت صوص خلطه كده لشاورمه اللحمه والفراخ، برضو بتدي طعم جميل قوي. لو انتوا عايزين تجيبوها اهي اسمها سبايسي، جميله جدا جدا، طباخ في العلبه، حلوه قوي 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 قوي، بتدي اكل طعم جميل. شاورمه فراخ شاورمه لحمه. لما تيجي برضو ممكن تعمليها في سندوتشات اللي هي السوري. هنجيب بقى اللحمه كده واحطها في قلب الطاسه بعد ما سخنت بالبهارات بالصوص بتاعها ده. انا حطيت لكم حتى نص فنجان خل عشان يساعد على تسويه الشاورما كمان بسرعه ويديها طعم حلو زي ما احنا شايفين. هديها بقى صدمه واشوحها في نفس الوقت. انا مش ناسيه الديمي جلاس الناحيه الثانيه عشان بيتقل كده يا جماعه، زي بيبقى صوص تقيل شويه زي المهلبيه الخفيفه كده. الفكره بقى الثانيه اللي هي عندي ان انا اول احط برده شويه كده بالمره
ادي معلقه كده. البهارات دي بتدي طعم جميل جدا في الاكل، بتبقى تخلي الاكل بتاعك طعمه حلو قوي. هبدا بقى اشوح فيها كده لحد ما تمتص كل السوائل اللي فيها واستفيد بيها. ده نص كيلو شاورما لحمه، هحط عليه كيس الديمي جلاس كله. سلام بقى على الريحه بتاعتها، طالعه ايه؟ طالعه تحفه، ولا اروع من كده والله، صح زي ما بيقول. شايفين يا حبايبي؟ انا بقى ايه، هسيبها كده وتعالوا عشان اوريكم الحاجه التانيه اللي انا عايزه اعرفكم عليها. طبعا جنب لحمه الشاورما دي انا غاسله كوبايتين رز ابيض بتاعنا، هعمل كوبايتين رز جنبيها، وهعمل ملوخيه خضراء. الملوخيه دلوقتي ايه الموسم بتاعها. انا رحت السوق وجيت اجيب ملوخيه، بقول للراجل اديني نص كيلو يعني عادي كده زي اي ست عايزه ملوخيه. قال لي ايه، طب ما تاخدي 2 كيلو يا عم، كتير عليا انا مش فاضيه افرط ولا اخرط ولا اعمل. قال لي ده حلو مش عارف ايه. المهم خدتها وغسلتها، نقعتها في الطبق كده حوالي ساعتين بشويه ميه بخل كده، وغسلتها وخليتها زي الفل وسبتها لما تنشف. انا النهارده بقى مش هقعد اخرطها ولا هتعب فيها ولا اي حاجه، انا جربتها والله قبل كده وكانت جميله جدا وطلعت ناجحه. هعمل ايه؟ انا هعملها في الكبه. ادي الكبه بتاعتي كده اهو، هضربها في الكبه وهوريكم هحفظها ازاي، وبتفضل خضره وجميله وتعمليها. وبصي مش هزود فيها اي حاجه، ولا حتى هزود عليها ميه ولا شوربه ولا اي حاجه. انا هضربها بس كده في الكبه بنفس بحالها كده زي ما هي كده. بعد الغسيل بتاعها على طول انا هحطها في الكبه وهضربها وارجع لكم اقول لكم هنعمل ايه. وادي الشاورما عندي اهي دخلت في السوا، وطبعا ده الصوص بتاعها بتاع الخل وكده والبهارات اللي انا كنت حطاها فيها. واهم حاجه تكوني مقطعاها، تخلي الجزار يقطع لك حتت صغيره. وعندي يا حبايبي ادي الديمي جلاس بتاعي خلص اهوت، واداني التقل اللي انا عايزاه. شايفين اهو؟ بصوا بقى تقيل ازاي اهو. هبدا بقى ان انا احطه على اللحمه بتاعتي كده، يكمل سواه في قلب في قلب اللحمه، عشان اللحمه تشرب منه ويبقى طعمها حلو. شايفين يا حبايبي كده ايه الصوص في قلب الديمي جلاس في قلب اللحمه. هوطي بقى عليها النار واسيبها كده مع نفسها لحد لما الاقي اللحمه خلاص استوت، ابقى اطفي عليها. وطبعا لازم بسيب فيها شويه من الصوص عشان تبقى جوسي كده، تقدري تحطي منها على الرز او المكرونه حسب ما انتي عامله. اهو هوطي بقى عليها النار خالص واغطي عليها واسيبها كده تستوي مع نفسها، ونروح نشوف هنعمل ايه. بتاعتي على النار بتغلي ومملحه وكل حاجه. شوربه بقى لحمه، شوربه فراخ اللي انت عايزاه. باخد بالمعلقه كده من البطرمان على الحله على طول كده. والمعلقه تكون ناشفه يا جماعه، ما تحطهاش في الشوربه وترجعي تحطيها في قلب البطرمان عشان ما تبوظهاش. وادي الكبشه بتاعتي اقلب لحد التقل اللي انا عايزاه. مفيش اسهل من كده ولا اسرع من كده. شايفين لونها وخضرها؟ والله كمان الكاميرا يعني ظلموها فعلا. احط شويه ملوخيه تاني لحد ما التقل اللي انت عايزاه اعمليه، والكميه اللي انت هتعمليها. يبقى ده انت لو عايزه تعملي ملوخيه بس واحد صغير جنب الاكل، بتقومي بسرعه تقومي ايه جايبه من البطرمان، هتفكيه بس شويه، لان الملوخيه يعني هي فيها ميه مش من النوع اللي بتجمد قوي. شايفين يا حبايبي اهو. طبعا انا نسيت اقول لكم ان انا حاطه في الشوربه دي فص توم ني عشان يديها ريحه حلوه وتبقى جميله. بتهيألي كده خلاص هي التقل حلو بتاعها. لما تغلي هتبقى ايه التقل بتاعها مظبوط. هنقلب بقى فيها. الملوخيه بقى كده داخله في الغليان زي ما احنا شايفين كده. انا هنقلها على العين اللي جوه عشان اعمل لها التقليه بتاعتها قدامكم. بصوا يا حبايبي جميله وخضره ازاي. تفضل بقى كده خضره معاكي لو هتقعديها سنه. وادي البطرمان بتاعي انا قفلته خلاص ومش هستخدمه تاني. ممكن بقى تحطيه في قلب الفريزر، ولو عايزه برده تحطيه على وشه كده عشان تضمني ان مفيش هوا داخله يكون افضل. تفضل معاكي بقى خضره وجميله كده، ولا اي وقت ولا تاخد منك وقت ولا تاخد منك حاجه. اهي هحطها على العين اللي جوه عشان اعمل قدامكم الايه التقليه بتاعتها عشان البنات الصغيره الجميله اللي مش عارفه. ادي انا حطيت السمنه بتاعتي او الزبده او اللي هي اي حاجه انت بتحطي بيها. حطيتها كده وحطيت معاها فصين ثوم مدقوقين. ماشي يا حبايبي. واحط شويه كزبره ناشفه، اهم حاجه في الملوخيه الطشه بتاعتها والكزبره الناشفه. احمرها بقى كده اهوت واحطها عليها
تبقى ريحتها جميله واكلك طعمه حلو وجميل، وما ياخدش مننا اي وقت، وسريعه كده كل حاجتي جاهزه في المطبخ. ادي الكزبره زي ما انتم عارفين انا بحط البطرمانات كده وبكتب عليها، تبقى تسهل عليكي كل حاجه. هو ده طقم التوابل بتاعي الحديث. ادي الكزبره جايبينها ومحمصينها ودقينها واخر فله اهو. هبدا بقى ان انا اعمل الطشه بتاعتها. والملوخيه عندي هنا ما تخليهاش تغلي ولا تفور، هي كده يا دوبك تاخد غلوه واحده وتدفى عليها، عشان لو غليتي تغليها كتير هتقطع منك وتبقى مش حلوه. انا كده طفيت على الملوخيه واعمل لها بس الطشه بتاعتها، وبعدها على طول هولع على الرز الابيض والاكل بتاعنا يبقى خلص. وطفيت برده على اللحمه. تعالوا شوفوا معايا اللحمه اهي خلصت اهي. شايفين اللحمه بتاعتنا الشاورمه اللحمه بالديمي جلاس اهي. خلاص كده هي خلصت وانا طفيت عليها استوت خلاص كده. الوقت الاكل ما خدش معايا وقت خالص. هوطي بس عليها علشان ما تبردش، قصدي هغطي عليها ايوه علشان ما تبردش، على ما اعمل على ما اعمل الرز بسرعه كده. هننجز برضو اولع على الرز. دي الحله عندي بتاعت الرز، حاطه برضو فيها السمنه، مش هحط فيها شعريه طبعا عشان هعمله رز ابيض. وغسله الرز يا دوبك السمنه هتسخن شويه، واقوم حاطه في قلبيها الرز بتاعي، واحط معيار الميه بتاعتي. طبعا انتوا عارفين ان الميه في الرز المصري بتغطيه اهو. احط كده الرز اللي انا غسلاه ومصفياه، شايفين اهو. هجيب بقى الميه والملح وخلاص على كده وخلصت الاكله بتاعتي. هحط بقى معيار الميه بتاعتي. طبعا عيني كلها نظر الرز، في رز بيشرب ميه ورز لا، فانا مش هقدر اقول لك مثلا على كوبايه عليها كوبايتين على بتاع، لا انت عينك كلها نظر. انا هحطها اهو. هدوبه كده في قلب السمنه، شويه ميه كمان صغيرين والملح بتاعي وخلاص، واغطي عليه بس كده اهوت. وادي الملح. ده الرز الابيض عشان عاملاه ابيض عشان جنب الصوص بتاع اللحمه. اغطي بقى عليه واكمل التقليه بتاعت الملوخيه بتاعتي. وادي اللحمه انا مغطيه عليها كده خلاص كده الطشه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس مش هنحرقها عشان ما تمررش الاكل، كده كفايه. خلي بالك يا حبيبتي وانت شغاله على النار عشان ما تتحرقيش. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك بقى من الصهد اللي بيطلع دوت عشان ده سخن جدا. خلي بالك وانت واقفه في المطبخ. كده الملوخيه بتاعتي هتبقى خلصت، خضره جميله طازه. يا رب بس تستفيدوا من طريقه التفريز الملوخيه، الطريقه الجديده اللي انا عملتها لكم دي، ولا ميه ولا اي حاجه يا جماعه والله العظيم. بصوا خضره وجميله ازاي اهي. هتطلعي من البطرمان تعملي على طول بس كده. كده اكلتنا خلصت زي ما احنا شايفين. اللحمه شاورمه اللحمه بالصوص بتاعها الديمي جلاس في منتهى الجمال. وادي الرز الابيض بتاعنا، وادي الملوخيه الخضراء بتاعتنا. الحتت البيضاء يا جماعه فيها دي الحتت ليا. والاكله بتاعتنا النهارده اهي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير مع يوميات مس امال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.